دخن. ما بغير. بس هذا مو هو، هذا بيختصر جميع الأنواع. يختصر جميع الأنواع؟ شو يعني؟ يعني هي سيجارة مزاج. مزاج يعني؟ ايه، حشيش بس هيك. بالشرفي لو ما منطقة مقطوعة لنزلك من السيارة وخليك تروحي على بيتكم مشي. روق بحياة اللي خلقك، روق. وعلى أساس دكتورة ومحترمة؟ دكتورة ومحترمة وغصب عني اللي بيريد واللي ما بيريد. وبتشربي حشيش؟ ايه، شو يعني؟ نصابة مثلا ولا حرامية؟ ألعن. لا يا سيادة المقدم، انت غلطان كتير، خليني اشرح لك. لا تشرحي له، لا تبطخي لي. قومي انزلي يلا. روق، روق شوي واسمعني. شوفي لا تستفزيني أحسن ما أقلعك عن جدة. يا سيدي اسمعني وبعدين قلعني، ما عندي مشكلة. الناس ما بتعرف انه جسمك عبارة عن مركبات كيماوية، يعني هي اللي بتعملك متشائم او متفائل، مزق او لطيف. اجوا هالعلماء واخذوا هي المركبات وبلشوا يشتغلوا فيها ويتلاعبوا بنسبتها. اكتشفوا انه كل شيء بالحياة كيمياء، كل شيء كيمياء، ومع هيك الناس بتخاف. يعني قول قدام رفيقك منوم يشهق وبيقول لك اوعك لا تاخذ، من الطبيعي انك ما تاخذ، بس هذا اسمه منوم. يعني وقت اللي انت بتكون ما عم تقدر تنام لازم تاخذ منه، مثل مو في شيء اسمه مهدئ. يعني وقت اللي بتكون اعصابك تعبانه لازم تاخذ منه، وهيك. والله والله. انت ليش مستغرب؟ قومي انزلي، قومي انزلي من السيارة أحسن ما أمسح فيك الأرض وليه. يلا. ما خلصت كلامي، خليني احكي وبعدين قلعني، واذا ما بدك ما في مشكله. بس انا بقول لك جرب كل شيء بالحياه وبعدين خذ منه موقف. يعني انا بدي اسالك، انت دخنت حشيش قبل هالمره؟ وليه لا دخنت ولا بدي دخن؟ عم تفهمي؟ عم تفهمي شو عم بحكي؟ هون الغلط. أنا اتصلت فيكي لأهدى، بدي حدا أحكي معه، مو لتجننيني. طيب انا رح اشرب منه وانت لا، واتركني اعمل اللي بدي اياه واعتبرني مالي موجوده، وخلينا نحلق بغنية ام كلثوم. فغدا تملك جوبي